مين الجهات الداعيه الى 25 يناير؟ هو الجهات الداعيه ل 25 يناير كلها مسيسه. الدعوه بدات على كلنا خالد سعيد، وجروب كلنا خالد سعيد احنا كلنا اعضاء عليه. هو فيسبوك جروب، هو مش جروب على الارض، مش مجموعه على الارض، واحنا كلنا اعضاء في الفضاء. بالظبط في الفضاء. بس احنا كلنا تلقينا الدعوه دي وتعاملنا معاها على اساس ننظمها. الجهات الاساسيه اللي نظمتها هي يعني لو حابب التسميات يعني حابب في حمله دكتور البرادعي، حمله الشعبيه لدعم البرادعي. لا، حمله الدكتور البرادعي معا سنغير. حمله دعم البرادعي معا سنغير. جميل. حزب الجبهه الديمقراطيه اللي انا بمثله، الاخوان المسلمين الاسلام 4، حركه 6 ابريل، وحركه العداله والحريه. ماذا يحدث في ميدان التحرير الآن؟ والله هو لا زالت التجمعات موجودة في ميدان التحرير، وطبعا مندس بينهم مجموعة كبيرة من الإخوان، وكل اللي بيحصل ده للأسف الشديد نتيجة اللي حصل من الإخوان والرسائل SMS. حق الجماهير في التعبير عن مطالبها ده حق مكفول، لكن يجب أن نحذر اندساس عناصر كما حدث اليوم من جماعة الإخوان وغيرها من بعض الحركات الفوضوية. أنا يعني أثق في حكمة الرئيس مبارك. ما نقدرش ننكر ان نزول الاخوان المسلمين للميدان في المرحلة ازداد الثورة رسوخا في الارض. مش عايز اتكلم، محدش يقدر ينكر كده ابدا. بصراحة الاخوان كانوا جزء واضح ولا ينفصل ولا يتجزأ من الحركة التي حدثت يوم 25. الاخوان كانوا جزء من الناس اللي موجودين في ميدان التحرير، وقفوا قدام البلطجيه، فضلوا نايمين في اماكنهم، فضلوا متمسكين باماكنهم، كان ليهم دور عظيم وعبقري. وظهر الاخوان المسلمين بمظهر حضاري، وكان لهم دور كبير في انجاح الثوره سيكتبه كل الذين شاركوا في هذه الثوره وانا منهم. شهاده للتاريخ ان الاخوان المسلمين تصدوا في هذا الوقت وقاتلوا قتال الابطال دفاعا عن ميدان التحرير، وزحف الجيوش منهم وكانوا يتصدون وكأنهم في حرب ضروس، وكل منهم يريد أن ينال الشهادة. بس برضو عشان أبقى صريح وكلمة حق، أنا رأيي الشخصي إن اللي حمل ولاد دول يوم المعركة الشهيرة دي اللي دخلوا عليهم البلطجية، أنا من غير ما أعرف بس إحساسي إن الإخوان حملوا ولاد دولت. ياه أنا عادي صريح جدا منك يا نجيب، أنا مستغربة جدا. أما ما يطلق عليه معركة الجمل زورا فهو ما بدأ من عملية عسكرية متكاملة اعتبارا من الساعة 11 بالليل. أما اعتلى مش رجال الحقيقة، أما اعتلى المجرمي الإخوان المسلمين أسطح العمارات مع ضيوفهم اللي كانوا بيستضيفوهم، وأطلقوا انطلاقات تحت بنادق الليزر اللي غير موجود مع رعيته في مصر. هل هناك أدلة يا فندم على ده؟ كل ده موجود. ما نقدرش ننكر ان نزول الاخوان المسلمين للميدان في المرحلة ازداد الثورة رسوخا في الارض. مش عايز اتكلم، محدش يقدر ينكر كده ابدا. نبدأ مع حضراتكم من إعلان لجنة تقصي الحقائق النهاردة من خلال مؤتمر صحفي عن الانتهاء من وضع التقرير النهائي حول أحداث ثورة 25 يناير. كان في تفاصيل كثيرة جدا، ولكن من أهم ما ذكر في هذا التقرير وفي صفحات التقارير هو تحميل الرئيس السابق المسؤولية فيما حدث من قتل المئات من المتظاهرين سواء بالمشاركة أو بالصمت. دون الكشف عن أسماء المتورطين في حوادث الاعتداء على المتظاهرين، توصلت لجنة تقصي الحقائق في تقريرها النهائي بشأن الأحداث التي واكبت الثورة إلى وقوف ضباط مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية وراء عمليات قنص المتظاهرين من فوق أسطح البنايات المطلة على ميدان التحرير.
التقرير الصادر في 300 صفحة تحدث أيضا عن انسحاب الشرطة الذي تم بناء على أوامر قيادية في بعض الحالات، وفي حالات أخرى كان عشوائيا. الأفراد والضباط مش عارفين، انقطعت اتصالاتهم بالقيادة، مش عارفين يعملوا ايه في الموقف، والعساكر اجهدت بقى لها كذا يوم شغالة مش عارفين يعملوا ايه، مفيش اتصال، كان قطعت اتصالات بين القيادات والأفراد والضباط، فانسحبوا خدوا بعضهم ومشوا. وفي حالات كان الانسحاب فيها بأمر، القناصة دول بتسليحهم المتطور دول قوة مكافحة الإرهاب التابعة لجهاز أمن الدولة بوزارة الداخلية. اللجنة المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء كشفت عن استخدام سيارات الشرطة لدهس المتظاهرين عمدا، لكن اللجنة عجزت عن فك لغز سيارتين استخدمتا لصدم المتظاهرين عثرت عليهما مفككتين بدون لوحات معدنية، ولم يستدل عليهما بالجمارك أو المرور. وفي إشارة واضحة على تهاون الشرطة في التصدي للهجمات المسلحة على السجون، أكدت اللجنة أن بعض تلك الاعتداءات لم تكن بالقوة التي تعجز معها الشرطة على التصدي لها، وهو ما أدى إلى هروب آلاف السجناء وانتشار عمليات السلب والنهب نتيجة للفراغ الأمني. احنا لما عينا السجون دي ما لقيناش حجم الاعتداء اللي هو تعجز أمامه الشرطة عن مواجهته. ومن المنتظر أن تباشر النيابة العامة تحقيقاتها فيما ورد بالتقرير تمهيدا لمحاكمة المتورطين بتلك الأحداث.